السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابي لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة. شرح قصيدة مأساة قرطبة لطلاب الصف 11 منهاج الجمهورية العربية السورية. النص: مأساة قرطبة. ما في الطلول من الأحبة مخبر، فمن الذي عن حالها نستخبر. لا تسألن سوى الفراق فإنه ينبيك عنهم، أنجد أم أغور جار الزمان عليهم. فتفرقوا في كل ناحية وباد الأكثر، جرت الخطوب على محل ديارهم وعليهم، فتغيرت وتغيروا. فلمثل قرطبة يقل بكاء من يبكي، بعين دمعها متفجر. عهد بها والشمل فيها جامع من أهلها، والعيش فيها أخضر. ورياح زهرتها تلوح عليهم، بروائح يفتر منها العنبر. والقوم قد أمنوا تغير حسنها، فتعمموا بجمالها وتأزروا. يا طيبهم بقصورها وخدورها، وبدورها بقصورها تتخدر. أسفي على دار عهدت ربوعها، وظباؤها بفنائها تتبختر. أيام كانت عين كل كرامة من كل ناحية إليها تنظر. نفسي على آلائها وصفائها، وبهائها وسنائها تتحسر. كبدي على علمائها، حلمائها أدبائها، ظرفائها تتفطر. طلابي، سنقوم بشرح القصيدة. البيت الأول: ما في الطلول من الأحبة مخبر، فمن الذي عن حالها نستخبر. شرح البيت: أمست البلاد أطلالا خالية من الأحباب، فكيف نستعلم ونستخبر عن أحوالها. البيت الثاني: لا تسألن سوى الفراق فإنه ينبيك عنهم، أنجد أم أغور. شرح البيت: لم يظل في تلك الأرض سوى البعد والفراق الذي يخبرك عن حال الأحباب، وفي أي واد أو مرتفع قد أضحوا. البيت الثالث: جار الزمان عليهم، فتفرقوا في كل ناحية وباد الأكثر. شرح البيت: الزمان قسى عليهم، فتشتتوا في مختلف الجهات، وأغلبهم لقي حتفه. البيت الرابع: جرت الخطوب على محل ديارهم وعليهم، فتغيرت وتغيروا. شرح البيت: حلت النكبات والمصائب بديارهم وبهم، فتحولت أحوالهم وتبدلت معالم الديار. البيت الخامس: فلمثل قرطبة يقل بكاء من يبكي، بعين دمعها متفجر. شرح البيت: ناح أبناء قرطبة على ما حل بها، نواح لا يشابهه نواح في غزارته وشدته. البيت السادس: عهد بها والشمل فيها جامع من أهلها، والعيش فيها أخضر. شرح البيت: كانت آخر أيام عهدي بها، كانت مزدهرة، يسودها الهناء والسعادة ورغد العيش. البيت السابع: ورياح زهرتها تلوح عليهم، بروائح يفتر منها العنبر. شرح البيت: تفوح من أزهارها أعذب الروائح وأطيبها، التي تجعل العنبر يستنشقها. البيت الثامن: والقوم قد أمنوا تغير حسنها، فتعمموا بجمالها وتأزروا. شرح البيت: إن أهلها عاشوا بأمان وسلام، وأقاموا فيها،
وتنعموا برغد العيش. البيت التاسع: يا طيبهم بقصورها وخدورها، وبدورها بقصورها تتخدر. شرح البيت: ما أروع وأطيب الإقامة في بيوتها وقصورها، وفتياتها الحسنوات يملأن القصور. البيت العاشر: أسفي على دار عهدت ربوعها، وظباؤها بفنائها تتبختر. شرح البيت: يا ألمي وحزني على بلد كانت ربوعها مرتعا للغزلان الجميلة. البيت الحادي عشر: أيام كانت عين كل كرامة من كل ناحية إليها تنظر. شرح البيت: عندما كانت مأمونة الجانب يحيط بها الاحترام والإجلال من كل مكان. البيت الثاني عشر: نفسي على آلائها وصفائها وبهائها وسنائها تتحسر. شرح البيت: تتحسر روحي على تلك المدينة الجميلة الهادئة ذات الحسن الرائع. البيت الثالث عشر: كبدي على علمائها حلمائها أدبائها ظرفائها تتفطر. شرح البيت: يتفتت كبدي ألما وحزنا على حكامها وعلمائها ومبدعيها وما حل بهم من مصير أسود. طلابي، سنقوم بشرح حل القصيدة مهارات الاستماع. السؤال الأول: بما افتتح الشاعر نصه؟ الجواب: بدأ الشاعر بالوقوف على الأطلال. السؤال الثاني: هات ثلاثة مما رثاه الشاعر في النص. الجواب: القصور، السكان، المبدعين. القراءة الصامتة. السؤال الأول: ما أثر المصيبة في أهل قرطبة كما بات في المقطع الأول؟ الجواب: قسى الزمان عليهم فتفرقوا في مختلف الأماكن وأغلبهم مات. السؤال الثاني: ما الذي دفع الشاعر إلى البكاء في كل من المقطعين الثاني والثالث؟ الجواب: سقوط حضارة الأندلس متمثلة بمدينة قرطبة. الاستيعاب والفهم والتحليل. المستوى الفكري. السؤال الأول: استعن بالمعجم في تعرف معنى كل من الكلمتين الآتيتين: آلاء وسناء. آلاء بمعنى نعم. سناء بمعنى تأتي الضوء الساطع، وتأتي بمعنى العلو والارتفاع. السؤال الثاني: بين الفرق بين معنى كلمة يفتر كما وردت في البيت السابع ومعناها في قول الشاعر العباسي مسلم بن الوليد مادحا: يفتر عند افترار الحرب مبتسما إذا تغير وجه الفارس البطل. طبعا يفتر في البيت السابع بمعنى يستنشق. يفتر في بيت مسلم ابن الوليد بمعنى يبتسم ويضحك. السؤال الثالث: اختر مما يأتي الفكرة العامة للنص. طبعا روعة قصور قرطبة، إحاطة قرطبة بالترف، حال قرطبة وأهلها إثر المصيبة، ماضي قرطبة التليد وحاضرها الأليم. الجواب: ماضي قرطبة التليد وحاضرها الأليم. السؤال الرابع: املأ حقول الجدول التالي بالمطلوب مما يأتي. أسف الشاعر على ضياع مجد قرطبة، بكاء الشاعر على عهد قرطبة الجميل، عزة قرطبة، تشتت أهل قرطبة وتفرقهم. الفكرة الرئيسية المقطع الأول: تشتت أهل قرطبة. الفكرة الرئيسية المقطع الثاني: بكاء الشاعر على عهد قرطبة الجميل. الفكرة الرئيسية المقطع الثالث: أسف الشاعر على ضياع مجد قرطبة. الفكرة المستبعدة: عزة قرطبة. السؤال الخامس من فهمك البيت الخامس: ما مكانة قرطبة في نفس الشاعر، وما الأسلوب الذي اتبعه للتعبير عن هذه المكانة؟ الجواب: تحتل قرطبة مكانة عظيمة في قلب الشاعر.
والأسلوب الذي اتبعه هو أسلوب المبالغة. السؤال السادس: ما حال أهل قرطبة قبل الكارثة؟ كانت الحياة رغيدة هانئة مترفة جميلة. السؤال السابع: ما مظاهر جمال طبيعة الأندلس وحضارتها كما بدت في المقطع الثالث؟ الجواب: كثرة الحدائق الجميلة، ملتقى الحكماء والعقلاء. السؤال الثامن: كان البكاء على ما حل بقرطبة وسيلة ابن شهيد في مواجهة الخطب، اقترح وسيلة أجدى في المواجهة. الجواب: يدرس أسباب السقوط والعمل على إصلاحها واستردادها. السؤال التاسع: استوحي من البيت الثامن سبب سقوط قرطبة. الجواب: بسبب الإهمال وعدم أخذ الحذر والحيطة. السؤال العاشر: تأثر ابن خفاجة بما حل ببلانسيا فقال: أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخضت بخرابها الأقدار. وازن بين هذا البيت والبيت الرابع من نص ابن شهيد من حيث المعنى. الجواب: كلاهما يرثي مدن الأندلس. ابن خفاجة نزول المصائب بمدينة بلانسيا. ابن شهيد نزول المصائب بمدينة قرطبة. المستوى الفني. السؤال الأول: أكثر الشعر من استعمال الجمل الحالية في النص، بين أثر ذلك في خدمة المعنى. الجواب: صورت حال قرطبة كانت في الماضي كانت مزدهرة رغيدة وأهلها ينعمون بذلك، وساعدت هذه الجمل على تكوين صورة لقرطبة قريبة من ذهن المتلقي. السؤال الثاني: نوع الشعر في استعمال الفعلين الماضي والمضارع، بين أثر ذلك في إبراز الحالة الانفعالية للشاعر. الجواب: طبعا الفعل الماضي دوره في إبراز المعنى نقل الحوادث التي انقضت في زمن مضى. الحالة الانفعالية برزت المشاعر التي خلفتها الحوادث. الفعل المضارع المعنى طبعا دوره في إبراز المعنى. الجواب: ليدل على تكرار المأساة وتجددها. الحالة الانفعالية إظهار المشاعر التي تبعثها المأساة المتجددة. السؤال الثالث: استخرج من النص أسلوب إنشاء طلبي ثم حدد صيغته والغرض الذي خرج إليه. السؤال الثالث: الجواب: يطيبهم بقصورها. طبعا أسلوب نداء غرضه التعجب. السؤال الرابع: أراد الشاعر أن يعبر عن قيمة الجمال المكنون من خلال صوره، هل وفق فيما أراد؟ علل إجابتك. الجواب: استخدم الشاعر صورا أثرت في المتلقي وجعلته يحزن لما حل بأهل قرطبة. السؤال الخامس: استخرج من المقطع الأول محسنا بدء معنويا وسمه وبين قيمته الفنية. مخبر، نستخبر، نوعه تصريع. القيمة الفنية زيادة النغم في القصيدة. السؤال السادس: يعيش الشاعر في قصيدته حالة انفعالية تتنوع فيها المشاعر وفق الفكر التي يطرحها. ما الشعوران اللذان غلبا على النص؟ مثل لكل منهما بأداة اعتمدها الشاعر لإبرازه. طبعا شعور الحزن لفظ مثال فراق الخطوب. شعور الحسرة مثال تركيب نفسي تتحسر، كبدي تتفطر. السؤال السابع: مثل لكل من عناصر الموسيقى الداخلية الآتية. تكرار الصيغ الاشتقاقية مثال يبكي بكاء. تكرار حروف الهمس مثال السين الشين الحاء. السؤال الثامن: قطع البيت الأول من النص وسمي بحره وحدد قافيته. طبعا البحر الكامل. القافية تخبر.
طلابي، سننتقل إلى المستوى الإبداعي. رتب التراكيب الآتية لتكون منها بيتا شعريا يلائم النص. طبعا التركيب: يا جنة عصفت بها وبأهلها. الشطر الثاني: ريح النوى فتدمرت وتدمروا. تطبيقات لغوية. السؤال الأول: اقرأ ما يأتي ثم أجب عن الأسئلة التالية. قال الشاعر ابن شهيد: ما في الطلول من الأحبة مخبر، فمن الذي عن حالها نستخبر. عهد بها والشمل فيها جامع، من أهلها والعيش فيها أخضر. أسفي على دار عهدت، ربوعها وظباؤها بفنائها تتبختر. السؤال الرابع: استخرج من الأبيات السابقة المبتدأ والخبر وبين نوع الخبر. الجواب: عهد بها نوعه شبه جملة، العيش أخضر نوعه اسم ظاهر، ظباؤها تتبختر نوعه جملة فعلية، ما في الطلول مخبر نوعه شبه جملة، الشمل جامع نوعه اسم ظاهر، أسفي على دار نوعه شبه جملة، فمن الذي نوعه استفهام. السؤال الثاني: علل السؤال الخامس: علل تقدم الخبر على المبتدأ في البيت الأول. الجواب: لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. مثال: في الطلول مخبرون. السؤال السادس: أعرب ما تحت خط من الأبيات، أعراب مفردات وما بين قوسين أعراب جمل. طبعا سبقت الإجابة عن أعراب القصيدة كاملة في درس سابق. السؤال السابع استخرج من النص المشتقات واذكر أفعالها. طبعا اسم مخبر اسم فاعل فعله أخبر، جامع اسم فاعل فعله جمع، أخضر نوعه صفة مشبهة فعله خضر. السؤال الأخير: علل كتابة الهمزة على صورتها في الكلمتين ظباؤها بفنائها. طبعا ظباؤها همزة متوسطة حركتها الضمة وسبقت بساكن بحرف ساكن، لذلك كتبت على الواو. بفنائها همزة متوسطة حركتها الكسر وسبقت بألف ساكنة، لذلك كتبت على نبرة. طلابي، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.